انا مش عارف اعرف اعبي الكبده بتاعتكم دي ولا ايه؟ طب تعملها بسرعه كده. لو نفسك تاكل سندوتش كبده من بتوع زمان وانت بتاكله من حلاوته تقول الله، تعالى اقول لك فين. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. وانت في المعادي بالتحديد في شارع السعاده، ده مطعم مراسي، هتلاقي محل كبده وسجق اسمه ابو عاصم، مشهور جدا جدا وخصوصا فرع حلوان. كلت عنده سندوتش كبده فكرني بمحل كنت باكل فيه وانا في ابتدائي. تعالوا كده نعمل تيست مع بعض، يلا بينا. هم قالوا لي ان الكبده عندهم ملهاش حل، فبصراحه لازم ادوق بنفسي واشوف. بصراحه التيست بتاعها عالي جدا. لو انت عايز تاكل سندوتش كبده تحس بطعم الكبده مع شويه التوم الحلوين، بس حاجه كده لذيذه وكلاسيك، مش بهارات كتير بقى وحاجات زحمه عشان خاطر نضيع طعم الكبده، لا بجد طعمها تحفه. بص شكل السجق، حلو، تحس ان الخامات بتاعتهم بلدي. تعالى بصي البطاطس عندهم عامله ازاي؟ او مقرمشه بقى. طبعا الفل ده حواوشي معقول وما يعني بصوا تقريبا تخصص بتاعهم كبده وسجق، فانا شايف ان الحواوشي يعني مش احسن حاجه قوي ومش اوحش حاجه، التيست بتاعهم معقول في معقول، لكن الكبده والسجق تقدر تقول عليها جميله. انت بتحبي الحواوشي صح؟ هي بتحبي الحواوشي اكتر مني، تقولي كده؟ بس قولي الصراحه. لا جامد. جامد؟ خلاص يا جدعان هي بتقول جامد. طب قولي والله. والله جامد. رحت فين؟ عايز ايه؟ حواوشي. عايز ايه؟ حواوشي. لولا اختلاف الاذواق لاترمى الطعام في الاسواق. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. اي حاجه، بس هو الحواوشي بالنسبه لي كويس معقول، هي بالنسبه لها بتكون جامد، بس انا عجبني الكبده والسجق بشكل عام، الكواليتي بتاعتهم حلوه جدا، جوده الاكل، البطاطس فرز عالي. الاهم حاجه بقى في الموضوع كله ايه بقى؟ بصوا كده لفت انتباهي ان هم شغالين في المنتجات مش مقاطعه، يعني دي حاجه تتحسب لهم كويس جدا، وزي ما انتم عارفين احنا دايما بنحب نشجع البراندات اللي بتدعم المقاطعه، فدي حاجه بجد انا بحييهم عليها، شابوه.